شفت بقى يا وسام ان اللي بيجي على الاهلي او جمهوره ما بيكسبش ابدا، وسام ابو علي مش هيلعب كوره السنه دي. نادي كولومبوكوس الامريكي ده اللي اشترى مننا وسام مش عارف يأيده بسبب القيود اللي بيفرضها الدوري الامريكي على اللعب المالي النظيف. طبعا ده جاي بصفقه بفلوس كتير قوي. الدوري الامريكي هناك عنده سقف للرواتب وعنده سقف للفلوس اللي بتتصرفها الانديه، عشان كده وسام ابو علي مش هيعرف يتأيد، وقدامه 3 حلول. اول حاجه يخفض الراتب اللي هو خده ده وياخد الربع، شوف الربع عشان يقدر يلعب، او ان هو يتأيد بقى ايه مع فريق تاني ويطلع اعاره، والكلام ده مش هيبقى في فتره الانتقالات دي، ده فتره الانتقالات بتاعت يناير. او ان اي لعيب في الفرقه يتنازل عن الراتب بتاعه عشان خاطر وسام ابو علي يلعب، وده مستحيل. شفت بقى يا وسام؟ بسلم لي على امريكا بقى، وسلم لي على ميسي وانتر ميامي، هتوحشنا. اللي بيجي على النادي الاهلي عمره ما بيكون كسبان ابدا. اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات في موقف وسام ابو علي، شمتانين فيه ولا ربنا يسهل له؟